السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بتاع الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وتعالي بقى معايا النهاردة فيديو جامد جدا من العروسة دي يا جماعة. أنا شاريها زي ما انت شايفة اهو، أنا لسه شاريها ب25 جنيه. هي كانت ترخص من كده بصراحة، وفي حتت أكيد هتبقى أرخص من كده، بس أنا اشتريتها ب25 جنيه. وعندي علبة حمام كريم فاضية. خلاص المفروض هرميها. أنا هعمل لكم النهاردة منها تحفة. أول حاجة هنفتح علبة حمام الغطا بتاع علبة حمام الكريم زي ما انتوا شايفين كده. هجيب المقص عادي جدا، بتروحي شقاه كده وتروحي ماشية فاتحة الفتحة اللي انتي محتاجاها. كده انا فتحت الفتحة على قد الحتة اللي انا محتاجاها بالظبط. وهبتدي ان انا احط فيها العروسة بتاعتي وادخلها فيها كده. هو دي الحتة اللي انا محتاجاها. اجيب بقى معايا قطعة قماش. طبعا عندك قطعة قماش بتاعت طرحة قديمة، جل بتاعت بطانة مثلا، بتاعت بجيبة عندك، بتاعت اي حاجة. المهم اي حتة طرحة كده او اي حاجة او اي قطعة قماش هنغلب بيها من تحت. مش مهم لونها، مش مهم خامتها، مش مهم مقصوصة صح ولا غلط. المهم ان انا اعمل الحاجة اللي انا هعملها دلوقتي، يعني اغلفها والزقها مع العروسة بالطريقة اللي انا هعملها دلوقتي. يعني لازم لون معين؟ لا، مش لازم لون معين، ومش لازم شكل معين، ومش لازم قماشة معينة، ومش لازم اي حاجة. اللي موجود عندك اعملي بيه. زي ما انا ما بقولك على طول في اي فيديو، المتاح والموجود عندك اشتغلي بيه. ما توقفيش على اي حاجة ابدا. زي ما انت شايفة كده ثبتها من تحت حلو جدا في قلب العلبة، وبعدين رحت شادة القماشة ورحت مثبتها في العروسة. ده الاسطمبة او الاساس بتاعي. هجيب بقى منها قطعة قماش تانية، وهبتدي ان انا اخد بالمقاس. انا عايزاها من عند الوسط كده لحد تحت خالص، انا عايزة الطول ده. هبتدي بقى ان انا امشي عليها خياطة عادية جدا، سراجة عادية خالص زي ما احنا بنخيط اي حاجة. وهبتدي ان انا لحد اخر حتة خالص علشان خاطر اعمل الكشكشة بتاعت بطانة الفستان بتاعت عروسة المولد بتاعتنا. فدي اول طبقة معانا احنا هنشتغلها. فانا مش راضية اشيل الخيط لحد ما اخد المقاس المظبوط اللي انا محتاجاه. انا كده خدت المقاس بتاعي، وهبتدي الزق كده بمسدس الشمع. احنا هنشتغل كله بمسدس الشمع. اهو كده انا خلصت وثبت معايا، وبعدين هخلص بقى كده. انا خلاص مش محتاجة الابرة تاني. هي بس في حتة الكشكشة ديت عشان تطلع لي الكشكشة مظبوطة، فبخيطها وبظبطها كده. ظبطتها ورحت مقفلة بس كده عشان شغلي يبقى معايا متقفل مظبوط. كده اول طبقة. طيب انا هشتغل بقى عروسة المولد دي فستانها ازاي. انا عندي دوت عندك بقى فستان بتاع بنوتك كده كنت جايباه الفرح قديمة وخلاص مش هتلبسيه لبنتك تاني. عندك طرحة سواريه، عندك فستان سواريه مش هتلبسيه تاني. المهم ان هي تبقى قماشة شكلها حلو وتنفع لفستان فرح او تنفع لفستان بتاع عروسة المولد. عندك قماشة تل هتنفع، قماشة دانتيل هتنفع. بصي ما تقفيش على اي قماشة. انا بصراحه القماشه دي كانت عجباني جدا، وكان نفسي قوي قوي اعمل بيها عروسه المولد. فجبت معايا وقصيت، خدت المقاس على قد العروسه من فوق من عند الكتف لحد تحت خالص، وخدت مقاس من عند الكتف لحد الوسط. وهبتدي اخد الابره والخيط، وبرضه همشي عليها داير ما يدور زي ما انت شايفه كده بالخيط. واوريكي دلوقتي هخلصها واوريكي شكلها عامل ازاي. كده اهو. بصي انا حاطه ايدي من جوه عشان تعرفي ان انا لسه ما شدتش الخيط وما خلصتش. انا مشيت عليها كلها داير ما يدور، وبعدين بالخيط. وبعدين هنزلها الاول في قلب العروسه كده، وبعدين هشد الخيط بتاعي واخد مقاسي مظبوط، واظبط الكشكشه بتاعتي بقى من هنا شويه زياده من هنا زياده. وهثبت الخيط بتاعي وهشد الخيط وخلاص كده انا هقفل معايا الجزء ده. طب بالنسبة للجزء الكتير اللي فوق دوت انا هعمل بيه ايه؟ هقولك دلوقتي هعمله ازاي. انا خدت مقاسي من تحت مظبوط، وهبتدي بقى اجي من عند الحتة بتاعة الرقبة من فوق من هنا. هبتدي اقص لحد الحتة بس اللي قدام مش الجناب.
هجيب المقص وهقص الحتة من عند الرقبة، واخد مقاسي من عند الكشكشة لحد الرقبة زي ما انت شايفة كده. انا قصيت الحتة دي بس، وهاجي برضو الحتة بتاعة الرقبة من ورا وهقص برضو بس الحتة دي، وهسيب الباقي عشان هقولك هعمل بيه ايه. هنزل ايد العروسة كده وابتدي اثبت الحتة بتاعة الصدر والحتة بتاعة الظهر زي ما انت شايفة. الحتة دي انا جيت ثبت الدايرة بتاعتي من تحت الاول عشان تطلع معايا مظبوطة، وبعدين هروح مثبتة بقى الحتة بتاعت الصدر واقفلها تمام زي ما انت شايفة. وبرضو الحتة بتاعت الظهر لحد الرقبة كده هبتدي برضو ان انا اثبتها. بصي زي ما انت شايفة اهو كل حاجة قدامك، علشان ما تقوليش ان الدنيا صعبة او لا انا مش هعرف اعمل ولا كده، لا. هجيب بقى الحتت اللي في الجناب اللي فاضلة ديت هعمل بيها الكم بتاع العروسة بتاعتنا اهو زي ما انت شايفة. سهلة جدا جدا جدا، وهقولك هقفلها ازاي. قدامك اهوت، اجيب الحتة اللي من ورا اثبتها الاول، وبعدين الف عليها الحتة اللي في الجنب اللي من قدام، علشان لو في اي لزق ما يبقاش في العروسة من قدام كده، يبقى متداري من تحت. طب في اي حاجة زيادة بقى من قدام من ورا، هبتدي ان انا الزقها بمسدس الشمع واكشكشها واروح حطاها واعمل الكم التاني. طيب الكم التاني ده لقيت فيه حتة زيادة كده في العرض وهتضايقني وانا بقفل الكم، هروح قصة زيادة واروح برضو لازقة الحتة اللي من ورا الاول، واجيب اللي من قدام الفها واشدها عليها زي ما انت شايفة كده اهو. وجبت بقى الحتت الزيادة دي رحت مكشكشاها كده وقفلت تاني طبقة معانا. دي التانية. طيب التالتة بقى انا جبت قطعة قماش تانية وسهلت عليكم شوية عشان الفيديو، ورحت ايه عاملاها بالخياطة، ورحت بقى كده بقى انا هظبط بس الكشكشة بتاعتي عشان عايزة الفستان بتاعي يبقى منفوش كده وطبقات كده وشكله جميل قوي زي فستان العروسة بالظبط. هجيب بقى مسدس الشمع معايا وهبتدي ان انا احط بقى الطبقة التانية التالتة معايا، مش التانية، التانية في الطل، لكن التالتة كطبقات عشان نبقى ايه كلامنا صريح. وكده هروح جايبه بقى البتاع معايا واروح مثبته من ورا ومظبطه شغلي ومسويه كده، واروح مقفله بقى كمان ايه الحته اللي تحت اهو كده. ثبت كله معايا، ودي الطبقه التالتة كمان. بصي النفشه بتاع الفستان بقى والله تحفه، والله على الحقيقه كمان احلى بكتير. طيب الحته اللي في النص ديت انا فكرت ايه اجيب اي حاجه ستان دونتيل اي حاجه، بس بصراحه انا لقيت حته قطيفه من الفستان من اللي تحت ديت، ورحت تانيها طبقه، عملتها طبقتين كده وتانيتها، ورحت واخده مقاس الوسط واروح حطاها ولزقها كده. بصي قبل ما احط الحته القطيفه ديت كان الفستان كده سايب كده، يعني ملوش ملامح، يعني من فوق كده ملوش معالم. اول ما حطيتها بصراحة ادت للفستان كده نفشة كده جميلة، وبينت الوسط بتاعة الفستان وبينت الحتة بتاعة الصدر كده، فخلتها شكلها شيك قوي وجميلة. لو انتي القماشة بتاعتك ما فيهاش شغل كتير، ممكن ان انتي تحطي بقى دانتيل استرس، تبتدي ان انتي تشتغلي عليها. انا القماشة بتاعتي فيها لمعة كده شكلها جميل قوي، فما حبيتش ان انا اشتغل عليها باي حاجة تانية. هجيب بقى قطعة قماش تانية، بس دي مش هتبقى طبقة رابعة بقى، دي احنا هنعملها طرحة بتاعة الايه العروسة بتاعتنا علشان تبقى ليها طرحة جميلة كده. جبت هنا الخيط والإبرة معايا وسبت سنتي فوق، وابتديت ان انا اسرج معايا. هي قطعة كده مش كبيرة، بتاع 20 سنتي كده، مش كبيرة، وشديت الخيط للآخر وابتديت ان انا اقفلها. يعني انا مش هسيب فيها كشكشة، انا هشدها للاخر خالص زي ما انت شايفة كده. ورحت تانية الحتة اللي انا السنتي اللي انا شدته ده تانيته لتحت، وابتديت ان انا اقفل بقى العروسة بتاعت الطرحة بتاعتي، علشان خاطر تبقى ايه ليها بومبي من فوق كده، يعني لها نفخة من تحت من فوق كده، واهي زي ما انت شايفة كده، وتروح نازلة على العروسة زي ما انت شايفة. هجيب بقى مسدس الشمع معايا واظبط الطرحه بتاعتي من الجناب كده، وسيبت لها بقى شعرها كده عشان يبقى شكلها جميل، ورحت مثبتاها زي ما انت شايفه كده.
ايه رأيك بقى في عروسة المولد بتاعتي؟ بسيطة جدا، بسيطة قوي قوي بصراحة. هي شغلها كله في القماشة بتاعتها الجميلة ديت. طبعا انتي تقدري تشتغلي بقى وتعملي احلى مني كمان بكتير. انا كان نفسي في العروسة دي قوي، فانا عملتها لنفسي بصراحة. بأمانة يعني شكلها جميل قوي، مش مكلفة خالص. ولو انتي رحتي اشتريتيها من بره هتلاقيها بأرقام كده غريبة، ما كلفتناش 25 30 جنيه بكل. يعني لو فكرتي فيها قصة والله ما كلفتنا هي ال 25 جنيه بتاع العروسة. جميلة قوي، مش مكلفة وحلوة، وبصراحة عجبتني جدا جدا. يا رب تعجبكم وتقولي لي رأيكم بجد في الكومنتات. متنسيش تعملي شير ولايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم.